على القناه ديت هنعمل تحدي كده بين كل الناس اللي بتتابعنا، حتى انا هعمل نفس التحدي ده في العياده وهينزل في نفس الوقت. ان احنا هنقرر ان ال6 اسابيع الجايين من الشتاء هندخلهم بصوره واضحه. احنا هنعمل دايت فيهم، الفري فيهم هيقل جدا، الفري هيبقى مره ومره. يعني مثلا هنطلع من ال6 اسابيع 3 ايام بس هما اللي هيبقوا فيهم 3 وجبات فري. ال6 اسابيع هنتكلم في اخر الفيديو على الدايت او شكل الدايت اللي احنا هنعمله فيه. ال6 اسابيع عاوزين ننزل كام؟ طبعا احنا متفقين ان باختلاف الاوزان ما اعرفش نقول ارقام، بس مثلا عاوزين ننزل من 6 ل 10 كيلو، فتبقى انت طلعت في شهر ونص خاسس 6 ل 10 كيلو. ده رقم مميز جدا ورقم كويس قوي. هنا احنا بقى عندنا خطه، خلصنا من اول حته، احنا فعلا خلاص دخلنا الشتاء واحنا عندنا خطه ثابته. دي واحد. 2 بقى بنتكلم في ايه؟ اكتئاب الشتاء. خلينا نعدي الاول اكتئاب نفصل بينه ان هو مرض عقلي وخلل واضطراب في كيمياء المخ، ده اللي هو طبعا محتاج تدخل من طبيب نفسي ومفيش اي حاجه تانية غير كده. والاكتئاب اللي مرتبط بالجو وان مفيش خروج كتير وان قعده البيت وان الشغل بيقل الريت بتاعه عند كل الناس وهكذا. اول حاجه اكتئاب الشتاء اللي هو مرتبط كمان بالدايت، لان الانخفاض السيروتونين اللي احنا قلنا في الفيديو اللي هو هرمون مسؤول شويه زي الدوبامين عن السعاده والانبساط والاتزان النفسي بيقل قوي. فاحنا ممكن نعليه بايه في الشتاء؟ احنا ممكن نعليه في الشتاء بكاكاو خام او شوكولاته دارك. كاكاو خام افضل طبعا لانه هيعلي درجه حراره جسمك الداخليه اللي هنتكلم عليها في النقطه اللي جايه. فدول مثلا لازم يكونوا معاك، لازم يكونوا في بيتك دايما. احنا معانا في البيت دايما معاك كاكاو خام او شوكولاته دارك. متضايق فهتطلع على الاختيارات ديت، مش تروح تجري تجيب ايه اختيارات غلط. النقطة التانية انك هتحط اكتيفيتيز واضحة. يعني ايه؟ يعني مثلا هتتعلم حاجة جديدة، تتعلم لغة جديدة في فصل الشتاء، انت هتتعلم لغة جديدة. هتروح الجيم تتمرن تمرينة مختلفة بانتنستي تانية. الناس اللي ما جربتش يوجا تجرب يوجا، ما جربتش بيلي دانس تجرب بيلي دانس، وهكذا. غير في شكل الانشطة اللي انت بتمارسها. يا عم اتعلم رسم، اتعلم جيتار. تبدا تحط كده ايه ان انت تطلع من الشتاء بكذا حاجه عامل. يبقى انت برضو عامل خطه زي النقطه الاولى. وتاني حاجه مليت يومك، لان طبعا اللي ما عندوش خطه فالشيطان بقى يكمن في تفاصيل اليوم. انت ما عندكش خطه، دي معناها ان انت هتكتئب وان انت مش هتلاقي حاجه بتعملها وان انت هتقضي اليوم على السوشيال ميديا بس، وطبعا دي حاجه يعني مش لطيفه وتلاقي نفسك بتضيع وقت طويل وهكذا. انت عمال بتكبر المشاكل اللي عندك وبتزودها مشكله جديده. فدي فكره ايه الاكتئاب الشتوي. قلنا مرتبط بحاجتين في الدايت، نقص المواد اللي فيها سكر فبتعمل لك اكتئاب، فدي هناخدها من الشوكولاته الدارك والكاكاو الخام. النقطه الثانيه انه يومك ما بقاش مليان، فاحنا هنملاه بالاكتيفيتيز جديده، تتعلم لغه، تتعلم رياضه، تتعلم ايه رسم، تتعلم اي حاجه جديده. تمام؟ دي النقطه ايه الثانيه. النقطه الثالثه انخفاض درجه حراره الجسم. جسمك دايما هو عاوز يزود الانترنال تمبريتشر فبيزودها من الاكل. فاحنا هنا هنقول ايه؟ انت ازاي تعرف تزودها وازاي تعرف تخس وازاي نعمل دايت يملى كل اللي احنا قلناه دوت. فمثلا احنا هنزودها بالايه؟ بتزيد بكذا حاجه. اول حاجه توابل كده وبهارات واعشاب وهنقولها. تاني حاجه باكل معين. تالت حاجه بطريقه طهي معينه. الاعشاب الحاجات اللي هي فيها قرفه وجنزبيل وكركم وفلفل اسمر وشطه وكمون، الحاجات اللي هي عماله بتعلي درجه حراره الجسم وتقعد تصح وبتاع. هي دي الحاجات اللي ممكن تعلي درجه حراره جسمك الداخليه فتزود لك الحرق شويه في الشتاء وفي نفس الوقت تدفيك. الاكل هي الدهون بصراحه، هي اكتر حاجه بتزود درجه حراره الجسم الداخليه، والبروتين. فالدهون احنا ممكن ناخدها من ايه؟ بص بقى، ممكن ناخدها من زيت زيتون ومن زيت جوز هند ومن الافوكادو اللي هي الفاكهه. دي دهون صحيه وهتساعدك انك تخس افضل وتساعد ان تزود درجه حراره جسمك الداخليه. وممكن ناخدها من المكسرات. فيبقى احنا يومنا عاوزينه فيه كده. اخر الفيديو برضو استنى هنقول مثال لليوم كله هيبقى عامل ازاي. تالت حاجه طريقه الطهي دي، يعني ان الشوربه هتحط عليها التوابل اللي احنا قلناها. البروتين يبقى كله سبايسي، حاطط بقى الناس اللي بتحب صوص شطه ومش عارفه ايه وكده، وبتعلي درجه حراره الايه الجسم الداخليه. تاني كده سريعا، احنا ايه النقط اللي احنا قلناها؟ ان الدايت في الشتاء صعب، بس هو الدايت في اي حاجه صعب. الدايت في الشتاء وفي الصيف وفي الربيع وفي الافراح وفي العزومات وفي المصيف ومش عارفه ايه. فخلاص شلنا الفكره دي. ان الشتاء ايه صعوبته؟ الاكتئاب والخمول، وان انت ما عندكش خطط ثابته، وان انت درجه حراره جسمك الداخليه بتقل، وان مفيش شغف لاعمل حاجه. فاحنا قلنا هنحل كل ده ازاي؟ احنا هنحط خلاص تحدي 6 اسابيع كلنا هندخله وانا ادخله معاكم. لو اشوف اعمل حاجه تانية يعني غير اللي انا اخس فيه، بس هنحط التحدي 6 اسابيع وناخد الشوكولاته الدارك ونزود درجه حراره جسمنا الداخليه بالتوابل والبهارات. فكده يبقى احنا مالينا عقلنا حتى دلوقتي متشبع بافكار جيده ان الشتاء ينفع يتعمل فيه، ينفع تحقق نجاح فيه.
عشان تبدا الصيف من حته تانية. نركز بقى دلوقتي ان احنا هنقول مثال اليوم بتاع تحدي الست اسابيع اللي احنا داخلينه سوا. اول حاجه طبعا النسب متغيره، ما تناسبش كل الاوزان، في تغييرات المفروض تحصل من ايه، من حاله لحاله ومن حد لحد وهكذا. اول حاجه احنا بنجوع بالليل، فالصيام المتقطع هيكون لطيف جدا لتنظيم مواعيد الاكل. يعني احنا هنصحى الصبح ما تاكلش اول ما تصحى، وخدها مني بقى ما تاكلش اول ما تصحى. فكره ان انت لازم تفطر بدري عشان تنشط الحرق وتاخد معلقه عسل وبتاع، ده في الشتاء بتنجان وهتجوع بعدها بساعتين وبعدها ب4 ساعات. فاحنا مثلا لو في حد هيصحى الساعه 9 صباحا، انت تقدر تتحمل الجوع في الاول كام ساعه. بالليل بيبقى صعب، فيبقى احنا هنروح مؤخرين خالص الفطار، مخلينه مثلا الساعه 12، ونخلي الوقت اللي هو من 9 ل 12 هو ده بتاع الاكتيفيتيز الجديده اللي انت هتعملها لو انت صاحي 9، اللي هو ايه، هتتعلم فيها لغه، هتتعلم فيها مش عارفه ايه، هتجري فيها، هتعمل تمارين في البيت وتنزل ابلكيشن مش عارفه ايه وهكذا. دي من 9 ل 12. 12 هتاكل اول وجبه. ده تاني بنقول ده مش دايت، ده شكل ان انت ممكن تعمل ايه. فمثلا اول وجبه ممكن لو انت بتاخد، انت عامل دايت التقليدي بقى، مش كيتو ومش لو كارب وهكذا، فانت هتفطر مثلا 2 توست ولا حاجه بعيش بدقيق اسمر، معاها البروتين بتاعنا جبنه قريش مثلا او بيض مسلوق. هنحط بقى ايه، نحط التوابل اللي احنا قلنا عليها مهمه، فتحط مثلا على الجبنه القريش او البيض المسلوق فلفل اسمر، كمون، شطه وهكذا، وتروح حاطط معاه مثلا معلقه زيت زيتون. يبقى احنا خدنا ايه، المواد بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها مهمه. بين الفطار والغداء هتروح جاي مثلا واخد ثمره فاكهه، لو الناس بتحب افوكادو هو افضل حاجه، لان زي ما احنا قلنا الدهون الصحيه بتاعته وان هي هتزود لك الحرق وان هي ايه، هتدفيك شويه. تروح جاي على الغداء هتعمل سلطه، تحط عليها برده التوابل بتاعتنا. الناس بتحب مش عارفه سلطه بالقرفه، وانا بسمع حاجات غريبه كده، انا مش شاطر قوي في الحته دي بتاعت الاكل ومش عارفه ايه وكده. فهتاكل سلطه معاها شوربه مثلا منزوعه الدسم، الشوربه دي تحط عليها برده ايه، شويه توابل وكركم ومش عارفه ايه. معاها مثلا هتاخد رز بسمتي 4 معالق ولا رغيف سن ولا هكذا، رز بسمتي تحط برده عليه كركم. اعتقد انتوا ايه، مربطين كده معايا الفكره العامه احنا عاوزين نعمل ايه. والبروتين بتاعنا عادي، احنا هاي بروتين، فمعظم الدايتس البروتين بيسمح لك بكميه اعلى شويه، الا الكيتو زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي هو برقم ثابت برده. فمثلا هتاخد البروتين بتاعك سمك او تونه او لحمه او فراخ. تيجي بين الغداء والعشاء، الوقت بقى بتاع ايه، اما اكتئاب او اما عايز حاجه سخنه. اكتئاب قلنا ايه، ممكن تاخد كاكاو خام او شوكولاته دارك. عاوز حاجه سخنه ممكن تاخد قرفه بجنزبيل او حمص شام او مش عارفه ايه، اي حاجه ايه هتعلي برضه درجه حراره جسمك الداخليه. وهنا ممكن نحط مثلا شويه مكسرات معاه. خلاص كده، وتبقى دي اخر وجبه. او لو انت لسه بادئ دايت بصيام متقطع وبتاخد اكتر من وجبه، احنا قلنا طبعا في الصيام المتقطع المفروض نقلل عدد الوجبات، بس لو انت لسه بادئ ممكن يبقى بالليل مثلا ايه، زبادي ولا بتاع ولا لبن فول كريم حتى مثلا عليه قرفه. يبقى احنا ايه، حاولنا نعمل كل ده في ذهنك دلوقتي. الفيديو ده بيخاطب ذهنك بصوره كامله، ان احنا عندنا خطه كامله لليوم، خطه كامله للاكتيفيتيز، خطه كامله لعدد الساعات اللي هناكل فيها. دخلوا لي كل ده في ماتش واحد، لا هنطلع في ال6 اسابيع دي فعلا بنجاح كويس ونعمل. وانا عاوز بقى دايما في الكومنتات تقولوا لنا ايه نتيجه التحدي ال6 اسابيع، والدنيا مشيت فيه ازاي وبتاع، وانتوا ماشيين كويس ولا مش ماشيين كويس. واللي بعد 6 اسابيع ان شاء الله ننزل للناس اللي نزلت ارقام كويسه ومقاساتها اتغيرت وشكلها اتغير.